الآن بعض مجالسنا والله ما لهم هم إلا الراتب ما يكفي الحاجة، الحفريات، الفواتير الكهرب، فواتير الماء، إلا ما أدري كذا، البنزين ارتفع، البنزين انخفض، هذه سواليفهم أغلب. وشحن شحن شحن في الناس، لا يكاد يخلو مجلس من هذه الأطروحات، وكلها تعالج بطرق استفزازية بعض الأحيان. أنا أسألكم، الطفل اللي يعيش في مجتمع مثل هذا 10 سنوات ويسمع مثل هذا الكلام، هل سيخرج محب لوطنه ولا مبغض؟ مبغض. إذا لا تلوم داعش، داعش لقت شباب جاهزين مشحونين، أسرته ومجتمعه شحنوه ربما بغير قصد، شحن شحن شحن، فجاءت داعش وجدت شابا مشحونا جاهز وأعطته التفجير وفجر وينفذ العملية خلاص، لأنه مبغض الوطن. ما تعبت داعش في تجهيزه ولا تجنيده، ربما نحن من ساعد على هذا وبغير شعور. فانتبهوا يا أخوان، ذكروا أولادكم بحب هذه النعمة وحب هذا الوطن حتى ما يستطيع أحد أن يدخل عليهم. ولذلك تجد الإخوان والجماعات هذه ما يحبون ذكر مناقب الدولة السعودية ولا مناقب آل سعود. نحن لا ندعي لهم العصمة، هم بشر، لكن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. علم أولادك شكر هذه النعم وخلها تصبح ثقافة وعقيدة قبل ذلك. فأسأل الله أن يحفظ هذه البلاد من كيد الكائدين وحقد الحاقدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ حكامنا خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأن يسر لهم ويهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة الذين يدلونهم على الخير ويعينهم عليه. وأسأله جل وعلا أن يوزعنا شكر هذه النعمة وأن يحفظها من الزوال. مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بقيق، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.